ما تسمعش كلام حد يقولك ان الشكل هو كل حاجة. احيانا في ناس شكلها من بره بيبقى حلو جدا، بس من جواها بيبقى مليها الكره والغل والحقد. فما تاخدش حد بشكله، وما تحاولش تكون مش على طبيعتك، لان الناس بتحب الشخص الطبيعي. ساعات ممكن نمثل اننا مبسوطين وفرحانين واننا جوانا حزن كبير، بس ده ما يخليناش نمثل على الناس ونعمل غير الحقيقة. الصداقة الحقيقية بتكون بدون مصلحة او شروط. لو صديقك بيحبك هيتمنى لك الخير على طول في اي وقت، حتى لو غلطت هيقولك انك ماشي غلط وهينصحك. زمان كانوا بيقولوا لنا مثل: يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وده معناه ان صاحبك الحقيقي هو اللي هيقف جنبك في حزنك قبل فرحك، مش هيخلي الناس تفرح في غلطك وتضحك عليك. وتعود ان مش اي حد يقولك انا هحقق لك احلامك لازم يكون صادق. ممكن يكون هيحقق احلامك فعلا، بس على حساب كرامتك او مشاعرك. فكر كويس، اللي هيساعدني هيطلب مني ايه بعد كده؟ لو مشيت بالمبدأ ده هتعرف تلاقي اصدقاء حقيقيين. لو حابب اكمل في الفيديوهات انت عارف هتشجعني ازاي علشان اكمل. اتمنى فيلم النهارده يعجبك. بقول لك ايه يا عزيزي، انت تنزل دلوقتي تعمل لايك وشير واشتراك احسن ما كملش الفيديو. اديني قلت لك اهو. انت قلت لهم ايه بالظبط يا جنرال؟ على النعمة ما قلت أي حاجة، ده توفيق من عند ربنا. بيبدأ فيلمنا النهارده مع فريق الروك وهم عاملين حفلة، واللي بيكون أعضاء فريقها المغنية طعمة وعازف الجيتار عودة وعازف الدرامز زكي، واسم فرقتهم الجرادل المصدية. وبيبقى الجمهور كله عمال بيشجعها وبينده باسمها، فهي بتقرر ترمي نفسها على الجمهور علشان يشيلوها. بس لما بتقع بنلاقيها وقعت على كومة قش، وإنها هي وفرقتها كانوا بيتخيلوا وبيحلموا. واللي بنعرف بعد كده إنهم داخلين مسابقة، وزكي بيقول لهم إحنا هنولعها أكتر في المسابقة وهنجيب صواريخ. وبيحدفوا صاروخ على حمام بره الزريبه بيخلوه يطير، فبيقرروا يروحوا وبكره يتقابلوا في الشغل. والصبح بنشوف طعمه وهي رايحه شغلها في الزريبه وبتقابل عوده، وطعمه بتشوف فيديو المغنيه المشهوره نيني وهي في التلفزيون وبتقول انا ان شاء الله هبقى زيها. وبتخرج تشتغل وبتشيل السماد الطبيعي وبتروح علشان ترميه، بس للاسف بتتكعبل وبتقع والسمات كله بيقع عليها. وبتقابل الحصانه بتوع فرقه الخيول المتعلقه الرخمين، ولما زكيه بتقعد تتريق عليها طعمه بتحدف عليها السماد فبيخلي عينها تحمر وكلهم بيجروا. وبنروح لمسابقه مهرجان المزيكا وبنشوف فرقه الخيول المتعلقه وهي بتقدم العرض بتاعها، وبنشوف لجنه التحكيم والجمهور وهم قاعدين مبسوطين منهم وبيدولهم 10 من 10. وبتدخل فرقه الجرادل المصديه علشان تقدم العرض بتاعها، بس لجنه التحكيم الرخمين ما بيبقوش لسه سمعوا الاغنيه بتاعتهم وبيقولوا لهم احنا مش عايزين نسمعكم، اطلعوا بره. وانت يا طعمه شكلك مش شكل نجمه. وطعمه لما بتيجي تروح تتخانق معاهم بتتكعبل في السلك وبتجر كل الالات وبتقع عليها، وكل الجمهور بيقعد يضحك عليها. وطعمه لما بيحصل لها كده بتتضايق وبتروح تقعد في مطعم لوحدها، بس بيجي لها عوده ومعاه لعبه، ومن ضمن اللعبه دي بيبقى موجود حصان اليونيكورن. وعوده بيحاول يرفع من معنوياتها، بس هي بتقول له انت شفت كل الحكام قالوا ايه؟ احنا ما ننفعش فرقه. قال لها بس انا واثق فيكي انت نجمه، وبيسيبها ويمشي. ولما بيجي الصبح طعمه بتروح شغلها عادي وبتشوف الحصانه وهم عمالين يقولوا احنا كسبنا المسابقه، بس وهي ماشيه بتدوس على جزره عامله زي القرن فبتلزقها في راسها وبتفرح بيها. ولما عوده بيشوفها وبيبقى واقف بيتكلم معاها بيجي على حظها عربيه فيها بوهيه بتوقع عليها بوهيه وهي ماشيه في الطريق، وعوده بيقول لها روحي شوفي شكلك. ولما بتروح تشوف شكلها بتلاقي نفسها بقت شبه اليونيكورن، وبتخلي عوده يصورها صور جديده علشان تنزلها على جاموس تجرام، لحد لما بيبقى في ناس معديين بيشوفوها وبيقرروا ينزلوا يتصوروا معاها علشان شكلها يهبل. ولما بيخلصوا بتلاقي ان بقى في ناس كتير واقفين بيتفرجوا عليها، ولما بيسالوها انت تقدري تعملي سحر بتقول لهم انا بقدر اغني، وفعلا بتغني ليهم اغنيه حلوه قوي. وعلى حظها بيبقى واقف وهي بتغني التلفزيون وبيصوروها والجمهور كله بيصورها وبتقلب السوشيال ميديا وناس كتير بتعرفها في العالم. ولما بتخلص غنى عوده بيقول لها احنا المفروض نشيل البوهيه اللي عليكي دي، فهي بتقول له لا انا مش هشيلها، انا ده اللي كنت عايزاه. وبنروح للمغنيه نيني في بيتها والمنتج بتاعها المز، وهو بيقول لها على اخبار الاسبوع، وهي بتتضايق ان شهرتها بقت تقل. وطعمه وهي قاعده بتلعب مع عوده بالليل بتسمع صوت جيتار في الاسطبل، ولما بتروح بتلاقي المنتجه انجي بدر قاعده بتعزف هي وزكي. وطعمه بتكتشف ان هي جايه عشان خاطرها وبتقول لهم ايه رايكم اسجل لكم البوم، وفعلا بيسافروا معاها عشان تروح تسجل لهم البوم.
ولما بيدخلوا الاستوديو بينبهروا جدا علشان بيبقوا شافوا اول مره الاستوديو. وتعمى بتقول لها تقدري تخلينا نوصل لمهرجان المزيكا، بس انجي بتقول لها مش انا اللي هوصلك، صوتك هو اللي هيوصلك لو غنيتي من قلبك. وفعلا بيقعدوا يغنوا وانجي بتسجل لهم لحد ما الماس بيتصل عليها وبيطلب منها انه عايزهم يغنوا في حفله نيني، وهم بيوافقوا. والماس بيروح يقابلهم في المطار وبياخدهم عشان يوديهم الحفله. ولما بيوصلوا الماس بيحاول يبعدها عن الفريق بتاعها، فبيعطل العربيه بتاعتهم علشان تبقى لوحدها. ولما بيوصلوا الحفله نيني بتقابل تعمى مقابله وحشه، وتعمى لما بتخش عشان تغني بتقول لالماس الفرقه بتاعتي مش موجودين وانا مش هينفع اغني من غيرهم. الماس الشرير بيقول لها تلاقيهم سابوكي ومشيوا، خلاص لو مش عايزه تغني انا هعتذر للجمهور. بس تعمى بتقول له مفيش مشكله انا هغني قدام الجمهور، وبتقعد تغني والجمهور بيعجب بيها. ولما فريق تعمى بيوصلوا للحفله بيلاقوا ان تعمى بتغني من غيرهم، والماس بيسيب نيني وما بيبقاش مدير اعمالها. ونيني بتتضايق من تعمى وبتخش عليها المسرح علشان تطردها قدام الجمهور، بس تعمى بتهرب. ولما نيني بتبدا تغني الجمهور ما بيبقاش عاوز يسمعها، والماس بيقول لتعمى ما تزعليش، ولو انت عايزه توصلي لمهرجان المزيكا لازم تخليني مدير اعمالك. وفعلا تعمى بتغلط وبتمضيله. ولما بتخرج تقابل الجمهور عوده بيقابلها وبيقول لها انت غنيتي ليه من غير ما تستنينا؟ بتقول له انتوا اللي اتاخرتوا. قال لها احنا العربيه عطلت. بس تعمى بتقول له انا عايزه ابقى مشهوره وهو ده اللي كنت مستنياه، وانت كده هتعطلني. وبتسيبه وتمشي. وبنروح لنيني اللي بتطلب من المساعده بتاعتها انها تدور على ماضي تعمى علشان تعرف اسرارها ايه، علشان تقدر تدمرها وترجع هي تاني ترند. وتعمى بتعترف لالماس انها مش يونيكورن حقيقي وان دي بوهيه، بس الماس بيقول لها مش فارق معايا، الجمهور بيحب اللي شكله حلو وخلاص، وانت كده شكلك عادي، انا بقى هخليكي شكلك احلى. وفعلا بيجيب لها كوافير يغيروا شكلها وبيوديها مصنع عطور عشان يبقى ليها برفيوم خاص. وبيحكي لها ان هو زمان كانوا بيقرفوا منه بسبب شكله وريحته، ومن ساعتها غير حياته علشان الناس تحبه. وبيقول لها لازم تبقي شريكة نجم عشان تتشهري اكتر، وبيشاور لها على نجم التيك توك دودو دهب علشان تروح تقابله تقعد معاه ويبان ان هما بيحبوا بعض. ولما تعمى بتروح تقعد معاه بتكتشف انه بيمثل على الناس، بيقول لها يلا بينا عشان نمثل قدام الناس ان احنا بنحب بعض. وبيقعد يتكرع وتعمى بتقرف منه، وبتلاقي الجمهور عمال بيصورهم. وزكي بيروح لعوده يوري له الصور بتاعت تعمى ودودو اللي مغرقه النت. وتعمى ودودو بيروحوا مع الماس الاستوديو بتاعه واللي بيبقى كله شغال بالذكاء الاصطناعي، والماس بيخلي مكنه الذكاء الاصطناعي تخترع لهم اغنيه هما الاثنين وبيغنوها مع بعض دويتو، والاغنيه بتتشهر جدا وبتبقى ترند وكل الناس بتبقى عارفاها. والماس كان عامل لهم حفله توقيع اوتوجرافات للجمهور. تعمى بتلاقي زكي وعوده جم يسلموا عليها وبيبقى معاهم مغنيه جديده داخلين بيها مسابقه، بس تعمى بتزعل انها خسرتهم. ونيني بتبعت المساعده بتاعتها تعمل خطه شريره وتخلي الناس يحدفوا على تعمى بيض وميه، وبيقولوا لها انت مغنيه وحشه. ومساعده نيني بتبقى صورتها وهم بيحدفوا عليها بيض، وبتبقى اكتشفت سر تعمى. ولما تعمى بتوصل الفندق بتفتكر الذكريات القديمه اللي كانت مع عوده وزكي، وعوده برضه بيفتكر الذكريات القديمه. ولما بتيجي تعمى تتصل عليه الماس بيتصل عليها بيقول لها ان هو حجز لها مكان في مهرجان المزيكا علشان تغني. وبالليل بتروح تعمى حفله توزيع جوائز افضل فيديو كليب. ولما نيني بتدخل الحفله الجمهور بيتضايقوا منها، لكن لما بتدخل تعمى ودودو الجمهور بيقعد يحييهم ويصورهم، وعوده بيقعد ينده على تعمى بس هي بتسمعه بس ما بتبقاش شايفاه. وتعمى في نص الحفله الماس بيقول لها الحقي ظبطي الميك اب بتاعك علشان اللون ابتدى يختفي. ولما تعمى بتروح الحمام عشان تظبط المكياج بتاعها بتقابلها مساعده نيني. وبتديلها فايل اللي فيه الصور اللي هي صورتها، وبتقول لها هو اليونيكورن قرنها بيتفك. وبتطلع على تعمى ماده بتخلي كل الدهان يقع من عليها، وبتصورها فيديو علشان تنزلها على السوشيال ميديا. بس تعمى بتطلب منها انها ما تنزلش الفيديو على السوشيال ميديا مقابل اي حاجه هي عايزاها، فبتقول لها موافقه ما تظهريش تاني وتختفي للابد. وتعمى بتقول لها ماشي وبتمشي من الحفله مع انها كسبت هي ودودو جايزه احسن فيديو كليب. والجمهور كله بيبقى بيدور على تعمى لانهم لقوها اختفت. وعوده بالصدفه بيلاقي كتاب الاغاني بتاع تعمى مرمي في الزباله، وبيشوف تعمى وهي راكبه الاتوبيس وماشيه والناس بيدوروا عليها في كل مكان. بعد اسبوعين تعمى بتبقى ماشيه في الطريق وراجعه البيت، بتقابل سواق العربيه اللي كانت عليها جرادل البويه اللي اتدلقت عليها، وبتركب معاه العربيه علشان يوصلها. وبيقول لها ان هو مخبي سر على خطيبته انه عامل فريق تاب دانسينج وخايف خطيبته لو عرفت تسيبه. تعمى بتقول له قول لخطيبتك الحقيقه، ولو هي بجد بتحبك هتبقى هتحب كل حاجه انت بتحبها. بيقول لها شكلك كده ما عندكيش مشاكل في حياتك،
وطعمة بتفكر مرة واحدة وبتطلب منه ان هو يرجعها تاني عند محطة البنزين اللي قريبة من القرية بتاعتها. ولما بتروح هناك بتقابل عودة وبتعتذر لعودة ان هي سابتهم وانها ندمانة على اللي هي عملته، وقررت انها هتغني بشكلها الطبيعي وتقول للناس ان هي شكلها الحقيقي مش يونيكورن. وبتقابلها انجي وطعمة بتعترف لها، بس انجي بتقول لها انا كنت عارفة من الاول اصلا لاني كنت شامة ريحة البوية. وبتاخدهم وبيروحوا مهرجان المزيكا وعودة بيديلها كتاب الاغاني بتاعها. وفي مهرجان المزيكا وعلى مسرح بلوزة بنشوف الناس وهم بيستقبلوا نيني وبيفرحوا برجوعها تاني. والمساعدة بتاعتها بتقول للبلطجية اللي هي جايباهم اي حد تلاقوه بيقول ان هو اسمه طعمة تمنعوه. وطعمة وفرقتها بيوصلوا للمهرجان لكن ما ينفعش يدخلوا بطريقة عادية علشان الامن هيمنعهم. فبيقرر زكي ان هو يدخلهم من عند السور وبيكسر القفل وبيدخلهم. وطعمة وعودة بيبقوا مستخبيين في الحمام المتنقل والبلطجية بتوع نيني بيشوفوهم وبيبقوا عاوزين يمسكوهم، بس انجي بتضربهم كلهم. والامن بيحذر مساعدة نيني انهم دخلوا، ولما هي بتيجي تنشر الفيديو ما بتلحقش لان موبايلها بيفصل شحن. ولما كل البلطجية بيجروا وراهم طعمة وفرقتها بيهربوا منهم وبيدخلوا اوضة يستخبوا فيها، بس للاسف بتطلع نيني والمساعدة بتاعتها مستخبيين في نفس الاوضة. ونيني بتقول لها انت مش نجمة ولا عمرك هتكوني نجمة من غير الالوان بتاعت اليونيكورن. ومساعدة نيني بيبقى معاها جهاز صاعق كهرباء، بس طعمة بتحدف عليها مساحة بتخلي الجهاز الصاعق يعمل قفلة في لوحة المفاتيح ويخلي الاستاج يطلع بطعمة هي وفرقتها. ولما مساعدة نيني بتمسك عودة علشان تمنعهم طعمة بتشد عودة وبتوقعها، وطعمة بتوصل للمسرح وبتقول لهم انا هروح اعمل حاجة وجاية تاني. ولما الستارة بتتفتح الجمهور ما بيلاقيش حد واقف غير عودة وزكي، وفجأة الجمهور كله بيسكت لما بيلاقوا طعمة داخلين عليهم وهي شكل اليونيكورن. وطعمة بتقول للجمهور انا غشيتكم وده مش شكلي الحقيقي، بس الموضوع جه معايا صدفة. وبتشيل الارض وبتمسح اللون من عليها، والناس لما بيشوفوا شكلها على الحقيقة بيتضايقوا. قالت لهم انا تخيلت ان دي هي الطريقة الوحيدة اللي هتخليني انجح. وبتتأسف لهم وبتقول لهم انا هسمعكم اغنية ليا يا رب تعجبكم. وفعلا بتغني والناس كلها بتتفاعل معاها وبيعجبهم الاغنية، وكل اللي كانت تعرفهم بيعجبهم الاغنية لدرجة ان نيني والمساعدة بتاعتها كمان عجبتهم الاغنية. والمز لما بيروح لنيني عشان يشتغل معاها بترش عليه مية، وطعمة بترمي نفسها على الجمهور والجمهور بيشيلوها وبيكونوا مبسوطين بيها وبترجع للمزرعة تاني. والحصانة بتوع فرقة الخيول المتعلقة اللي كانوا بيتنمروا عليها بقوا عاوزين يتصوروا معاها تاني، لكن وهم بيتصوروا نفس الراجل بتاع البوهية بيدلق بوهية على عودة بيخلي شكله بجناحات. الراجل ده مستقصد المزرعة دي باين كده. وبكده يكون فيلمنا خلص النهارده. لو حابب تشجعني ان اعرف اكمل انت عارف هتعمل ايه، هتعمل لايك ومشاركة وكومنت، ولو حابب تعمل اشتراك افرح جدا بيك. وعاوزك تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعملهولك. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. سلام.